السلام عليكم. بعد النجاح الكبير اللي حققته الدورة اللي فاتت من كورس تحليل البيانات، طلبتوا مننا كتير نعمل كورس تحليل بيانات بأدوات مختلفة، فاخترنا أشهر أداتين لتحليل البيانات، إكسل وباور بي أي. تحليل البيانات باختصار هو استخلاص معلومات قيمة من إجمالي البيانات. من خلال المعلومات اللي احنا استخلصناها نقدر ناخد قرارات حاسمة مبنية على تحليلات وإحصائيات مش مجرد تخمين. أول حاجة هنتعلمها هو تعريف تحليل البيانات وأهميته وتأثيره في كل بيزنس. تاني حاجة هنتعلمها هي أساسيات إكسل وليه هو مميز في تحليل البيانات. تالت حاجة هنتعلمها هي خطوات تحليل البيانات بالشرح التفصيلي، وهنتعلم ازاي ده نطبقه على اكسل. وبعد كده هنتعلم بعض مبادئ الاحصاء اللي هتساعدنا في فهم وتحليل البيانات. واخر حاجة هنعملها في اكسل هو مشروع كامل هنطبق فيه كل اللي اتعلمناه، بداية من اول خطوة في تحليل البيانات. طبعا هنطبق مع بعض الحاجات اللي احنا اتعلمناها خلال الكورس زي باور كويري وبيفوت تيبل لحد ما نوصل للداشبورد وازاي نخليها انتراكتيف. وتاني أداة نتعلمها هي باور بي اي، وأول حاجة نتعلمها هي الداتا موديلنج، وهي إن بياناتنا بتبقى في كذا جدول لهم علاقة ببعض كسيستم كامل، وده مفهوم الداتابيز. وهنتعلم أساسيات استخدام الباور بي اي وإزاي نطبق خطوات تحليل البيانات فيه ونعمل رسومات بيانية. وهنعرف أكتر عن الداكس، اختصار لداتا اناليسيز اكسبريشن، وهي عبارة عن عمليات حسابية ومعادلات بطبقها على الداتا عشان نوصل لنتيجة معينة. وهنتعلم إزاي نعمل ريبورت ونعرف بياناتنا بطريقة احترافية من خلال مشروع عملي كامل. واخر حاجه هنهتم بيها هي الجانب المهني، وهي ازاي نعرض شغلنا للناس عن طريق ان احنا نعمل باوربوينت برزنتيشن نربطها بالريبورت والداشبورد بتاعتنا. وهنتعلم ازاي نعمل اكونت لينكدين احترافي نرفع عليه شغلنا ونعرضه للناس. وفي اخر الكورس هيبقى فيه مشروع نهائي هتطبقوا فيه كل اللي اتعلمتوه في اكسل وباور بي اي، وهيبقى عليه جوائز ومكافآت عشان نشجع الناس انها تطلع افضل نتيجه عندها. سجل دلوقتي والحق مكانك وابدا رحلتك في عالم تحليل البيانات.